مش زي ما هو اللي احنا عاملينه من قبل كده بكام سنه. فبصفيه كل سنه قبل ما ارص فيه الجبنه القريش اللي احنا بنجيبها. الجبنه القريش بتجيبيها وتملحها، تحطها في ملح كتير، بس ما تحطهاش في حاجه بالالمونيا علشان الملح بيسود الحاجه الالمونيا. بتحطها في مصفى لو ستانلس او بلاستيك عشان تنزل الميه منها والجبنه تنشف عشان ما تتهرش منك في المش. ومعايا المش ده بصفيه. المش لو خفيف بتجيبي كيلو جبنه او 2 كيلو جبنه تضربيهم في الخلاط وتحطهم مع المش القديم. المش تقيل بتجيبي تغلي شوية مية وعليهم شوية ملح وتحطيهم معاه. انما لو ما تحطيش لبن، اللبن بيبقى ريحته زفرة وبيبقى مفنخ كده ومبيبقاش ريحته حلو. شوية شطة، شوية بابريكا، ونص كيلو فلفل أحمر أو كيلو وتعمليه عليه. بيخلي طعم المش حاجة تانية خالص وطعمه جميل. انت هتعملي الخميرة في الأول، لو هتعمليها هتجيبي المرتة، هتشتري مرتة وهتعمليها ومع شطة مع بابريكا ومع اللبن. كل دول هتغلوهم مع بعض، هي دي هتبقى الخميرة بتاعت المش. وبعد كده كل سنة هتصفيه وتلاقيه خفيف زي ما قلنا، هتحط له جبنة، تضربي جبنة في الخلاط وتعمليها. او لقيتيه تقيل هتحطي مية زي ما احنا قلنا كده. معايا المش ده بصفيه، هو كان فيه شطه كتير وفلفل احمر مخليه المش احمر. انت عايزاه بيبقى احمر كده تحطي له كتري له فلفل احمر من اللي بنجيبه القرون الكبيره الحمراء دي وتغليها وتضربها في الخلاط تبقى ناعمه. عايزاها تضربها في الخلاط بس وهي خضره كده، بس بتفضل قطع في المش، فلما تيجي تصفي بتطلع في التصافي اللي انت بتصفيها دي. زي ما حضراتكم شايفين كده هنصفي كل الكمية اللي عندنا، وبعد كده هنحط عليها شوية الفلفل الأحمر والملح. لو هو ملح قوي من قبل كده ما تحطيش، وبعدين تحط ملح في الجبنة وانت بتنشفيها أو بتشرشيها علشان تحطها في المش. المش خفيف زي ما حضراتكم شايفين، هتضربي قطعتين جبنة تحطهم فيه. قلبت كل ده مع الملح مع الفلفل الاحمر اللي احنا عملناه، وترصي الاول الجبنه في الزلعه وبعد كده او في البرطمان او في الجردل، وبعد كده هتحط عليه المش. هو انت ممكن يبقى لو حطيتي في البرطمان او الجردل بيبقى ريحه المش ما هيش بتبقى حلوه خالص. في الحاجات البلاستيك دي احسن حاجه للمش بيبقى الزلعه اللي هي بالفخار دي، او عندك برنيه بالفخار او زير، ممكن يكون عندك زير وتحطي فيه يكون نظيف تحطي فيه برضو. انما البلاستيك بيديله ريحه ما بتبقاش حلو. وبعدين ممكن اي فروه ولا اي حاجه تاكل البلاستيك. وعندي عرق حلاوه اللي بيحوش الدود من المش، تربطيه في قماشه وعلقيه عليه كده احسن ما تحطيه في قلب الزلع. انا عملته بقماشه بس انا حبيت اعمل كده. ودي الغطا بتاعه ده شويه اسمنت في ازازه حاجه ساقعه من بتاعه الحاجه الساقعه وتصبيها، وبعد كده تشيلي الازازه وتحطيها. دي لا فار يعرف يدخل فيها ولا صرصار ولا اي حاجه خالص، تبقى مقاس الحلق بتاع الزلع. وزي ما حضراتكم شايفين الجبنه وشكلها، احنا لسه يا دوب حطيناها بس ديت من يومين ثلاثه وحدقت كده علشان خاطر المش قديمه عندنا من زمان. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.